لو عايزين ولادكم يسمعوا كلامكم، لو عايزين ولادكم يتربوا نفسيا بدون أمراض نفسية، يبقى عندهم ثقة في نفسهم، ما يكونش عندهم هشاشة نفسية، فتابعوا الفيديو ده للنهاية. معاكم الدكتورة هند عزت، التربية النفسية. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد وتعم الفايدة. ناس كتير بتقول التربية الإيجابية بتدلع العيال، واحنا زمان اتربينا بالضرب وطلعنا كويسين اهو. العيل ما يجيش الا بالشبشب وياخد على دماغه ويسمع الكلام عشان يطلع مؤدب. لو قلتلك هل انت نفسيا دلوقتي متزنة؟ هل بتعرفي تتعاملي مع المشاكل؟ مفيش حد بيأثر عليكي، محدش بيعرف يستفزك، قوية نفسيا تعرفي تواجهي اي مشكلة؟ هل انت واثقة في نفسك؟ هل انت بتحبي نفسك؟ ولا بتسمحي للآخرين إنه يجوا على نفسك ويجوا عليها وعلى حساب راحتك، وبتدي للي حواليكي كل أقصى ما عندك؟ هل انت بتعرفي تعيشي أنوثتك؟ بتعرفي دورك في الحياة ايه مع جوزك وتعرفي تدلعي عليه وتعيشي أنوثتك، ولا انت عايشة دور الراجل والست في بعض؟ أنا واثقة إنك لو جاوبتي على الأسئلة دي هتجاوبي بلأ، وكل ده بسبب الشبشب اللي انت فاكراه هيجيب نتيجة. هو صحيح هيجيب نتيجة وهيسمعوا الكلام، بس صدقيني بقى النتيجة الشخصية اللي حضرتك وصلت لها. الألم والجراح بتاعة الطفولة اللي عشتي تجارب مؤلمة في طفولتك، ما كانش حد بيسمع لك، ما خدتيش قرارات في حياتك ومش عارفة تاخدي لحد دلوقتي. الشبشب هيريح دماغنا شوية، هيخلي العيل يسمع الكلام ويبقى مؤدب زي ما انت عايزة، لأنه هيسمعك عشان بيخاف، لكن من وراكي هيعمل حاجات تانية. ولو انت ما صاحبتيش العيل من هو طفل صغير، تعالي بقى شوفي من هو في سن المراهقة هتصاحبيه ازاي، طالما خسرتيه من هو طفل صغير بسبب الضرب اللي كنت بتشبعوله والشتايم والإهانة والانتقادات. ولو جينا لأنواع التربية هنلاقي ان احنا فعلا اتربينا أخلاقيا، اتربينا علميا، اتربينا دينيا. اصل التربية انواع، لكن جينا عند التربية النفسيا ما عرفناش، ما حدش ربنا تربية نفسية. والأول مرة دلوقتي احنا بنحاول بنبني نفسنا من جديد. احنا دلوقتي بعد ما كبرنا بنربي نفسنا علشان نقدر نعيش، نقدر نتعايش، نقدر نتغلب على الأوجاع والألم اللي جوانا. احنا عمالين نعالج ونداوي في جراح من الماضي، ولحد دلوقتي أثرها في اختياراتك لجوازك، في معاملتك لزوجك، في معاملتك مع الآخرين. لسه الأوجاع والألم النفسي موجود جواكي، انت مش عارفة تتعاملي معاه ازاي، وبتعملي ردات فعل على اللي حواليكي وانت مش عارفة ايه سببها. هل انت تعرفي نفسك؟ هل انت فعلا تعرفي نفسك؟ ولا انت بس بتتظاهري انك عارفة نفسك؟ هل جيتي في مرة كنت تعبانة وموجوعة وقلتي لنفسك أسمع لصوت جسمي واروح ارتاح الأول وبعدين أرجع أكمل شغلي وأكمل مسؤوليتي؟ ولا كملتي وما سمعتيش للأوجاع دي، وبعد شوية وبعد وقت لقيتي نفسك عرضة بقى للأمراض ومحدش سأل فيكي؟ ظاهريا انت زي الفل، لكن من جواكي لأ، جواكي مش كويس. بتظهر ده في حالات المواقف الصعبة، بتظهري في أضعف حالاتك، بترجعي شريط الماضي كله. هل ده ترضيه انه يكون مع أولادك؟ علشان ده ما يتكررش ونكرر نفس السلسلة من أول وجديد ونرجع نعيد نفس الدورة وولادنا يعانوا زي ما احنا عانينا، يبقى لازم ننتبه، لازم نرجع نعيد الوعي من جديد، ننتبه للي حصل لنا قبل كده ومنرجعش نعيد الحلقة ونكسرها. الخطوات اللي هقولك عليها دي مهمة قوي عشان تربي نفسيا ولادك. الخطوة الأولى، عشان ما تفتكريش إن إحنا بنقول كلام وخلاص، الخطوة الأولى عشان تربي نفسيا صح إنك تربي نفسك نفسيا الأول. ولادك مهما حاولتي تطبقي التربية الإيجابية اللي بتسمعي عنها وحاولتي تعملي الحاجات المثالية، مش هتعرفي برضك توصلي لإن انت تربيهم نفسيا طالما انت من جواكي في مشاكل وفي خدوش وفي جراح وفي حاجات كتيرة محتاجة تتصلح. وكل ده هيوصل لولادك، لأن في الخطوة الأولى إن أنا بربي باللاوعي بتاعي. في حاجة اسمها الوعي واللاوعي. الوعي دي الحاجات الأفكار الحاضرة اللي أنا بفكر فيها دلوقتي. اللاوعي دي خزان التجارب القديم بتاع الماضي كله لحد دلوقتي انت اللي بتربي بيه بدون ما تحسي. مثال، ابنك وقع كوباية على الأرض، في ساعتها لا تلقائيا على طول اتعصبتي واتنرفزتي ورحتي ضربتي ابنك أو أيا كان زعقتي له، وهنا انت استخدمتي اللاوعي، عشان كده ردة فعلك كانت عنيفة. لكن لو انت نبهتي الوعي وسألتي نفسك هو أنا دلوقتي متعصبة ليه؟ أنا هيكون ردة فعلي إيه؟ أكيد زمان أهلي كانوا بيعاملوني بقسوة لما كنت بغلط، فأنا دلوقتي لازم أنتبه إن في ردة فعل عنيفة هتطلع على ابني.
اهلي ما سمحوش ليا بالغلط عشان اتعلم. لو كانوا سمحوا لي بالغلط كنت اتعلمت وكان عندي ثقة في نفسي وما كنتش كررت الغلط ده تاني، لكن طلعت مهزوزة. فلو الوعي بتاعك شاف اللاوعي بيقول ايه وسمعه وحس بالمشاعر اللي جواكي، كان ساعتها ردة فعلك هتبقى فيها منتهى الهدوء وبدون عصبية. اليوتيوب والفيسبوك مليان خطوات ازاي تكوني ام هادية، لكن الحاجة الأساسية والجذر الأساسي اللي أنا لازم أعالجه مش ظاهري، مش مجرد خطوات بمشي عليها وبعد كده بعد شوية بنساها وبرجع للأصل. لا، هي الحاجة الأساسية والأصل هو انتي من جواكي، ردة الفعل بتاعتك. كل ما تقومي بردة فعل تجاه ولادك فيها عصبية وفيها ضيق، بترجعي تاني تسألي نفسك. الوعي يسأل اللاواعي، انت حاسس بايه دلوقتي؟ السبب في ان انا عصبية ليه؟ ايه اللي حصل معايا قبل كده؟ الحاجة التانية زائد ان انا عرفت اللاوعي بيقول لي ايه والوعي بيقول ايه، النقطة التانية بقى ان دايما اكون على اتصال بمشاعري. مشاعري بتقول لي ايه، ما اهربش منها واخزنها واكبتها واطلعها في الاخر على العيال. عندنا في الطب النفسي وعلم النفس المشاعر لو انت هربت منها او انت هربت منها، لو انت ما سمعتلهاش بتطلع بالعكس، بتزيد اكتر، بتكبر، بتكون في سلوكك في حاجات مختلفة في اشكال مختلفة اللي حواليكي هيحسوها. لو جيتي قلتي لابنك انا بحبك او بحبك، هيجي برضك حاسس من جواكي ان انت مش بتحبيه، لانك بتوصلي له رسالتين. رسالة بتقول له انا بحبك، بس انت من جواكي مشاعرك مش كده، مشاعرك بتوصل له رسائل غضب، انا مش طايقاك، انا زهقانه منك، انا مخنوقه من الدنيا كلها، انا مش عايزه اكلم حد. طب اعمل ايه علشان استعيد التوازن ده؟ الحل هنا هو ان انت تستخدمي تكنيك يعني هيهديكي شويه، ان انت تتنفسي. اثناء التنفس بشوف انا حاسه بايه من جوايا، ايه اللي بيحصل، فين مكان الزعل، فين مكان شكله ايه، عامل ازاي، كل ده بحسه من جوايا. بعد ما خلصت برجع اخرجه. تعملي التمرين ده كذا مرة، في كل مرة بتحسي المشاعر، تشوفي مكانها فين وايه اللي حصل بالظبط وترجعي تخرجيها. في نفس الوقت بتدوري على حاجات تنفس عن الحاجات اللي مخزونة جواكي. اما مثلا حد مقرب ليكي بتتكلمي معاه، ما كانش عندك حد مقرب بتكتبي في ورقة كل اللي جواكي علشان ما يخرجش في صورة على ولادك، او ان انتي تسجلي صوتك وتتكلمي مع نفسك بحيث ان انتي تخرجي كل المشاعر اللي جواكي. بس لازم تخرج لانها عاملة زي الفضلات بالظبط، عزكم الله. الحاجات دي لو ما خرجتش بتأذينا نفسيا، بتحسي بوجع في جسمك، بتحسي بألم، بتحسي ان انتي مش قادرة تضحكي، مش قادرة تكوني كويسة، بتكرهي ذاتك، بتجلدي ذاتك، بتتعلقي باللي حواليكي وتتعلقي بالاشخاص، بيطلع على ولادك زي ما احنا قلنا في الاول والاخر. بس احنا قلنا في الاول والاخر هتعملي حاجات هتخليكي تخرجي الكبت اللي موجود جواكي، بس في نفس الوقت ما تهربيش منه. يعني مثلا ما اروحش امسك كتاب عشان اهرب من الحزن اللي جوايا، ما اروحش اشتغل في البيت واطلع عيني ومجهودي كله علشان اتعب وفي الاخر اقوم نايمه ومش حاسه بايه اللي بيحصل جوايا. لا، انا حاسه باللي جوايا، حاسه بالوجع اللي جوايا، واقعد مع نفسي كده، اقعد اقرا قران، اقعد اصلي، اكلم حتى ربنا. يعني الكلام منفس بيخرج لك الطاقة اللي جواكي. الحاجة الأخيرة علشان أعرف أربي ولادي صح وأربيهم نفسيا صح، إن أنا أحب ذاتي عشان هم كمان يتعلموا مني حب الذات. إن أنا مثلا تعبانة ومش قادرة أعمل حاجة دلوقتي، خلاص محدش يكلمني في أي حاجة أعملها دلوقتي، لازم يحترموا حقوقي وحدودي. لو هم ما تعلموش ده، هم كمان مش هيعملوا كده مع اللي حواليهم، هتلاقيهم حدودهم مفتوحة لأي حد، أي حد يطلب منهم أي حاجة هيجوا على حساب نفسهم، لأن انتي قدوة ليهم. كمان حبك لذاتك بيجي بأن انتي بتهتمي بنفسك، اهتم بصحتي، اهتم بأكلي، اهتم بلبسي، اهتم بمظهري عشان خاطر نفسي مش عشان خاطر اللي حواليا. ما حسسهمش وعلمهم ان انا دايما بعمل كده عشان خاطر حد. يعني مثلا انا بنظم بروق علشان بابا جاي، لا، احنا بنروق وننظم علشان المكان يبقى جميل عشان نقعد فيه ونبقى مبسوطين. احنا بنخرج علشان احنا نبقى مبسوطين، مش عشان بنعمل كده زي الناس التانية. احنا بنلبس وبننظف نفسنا وبننظف كل حاجة علشان خاطر احنا بنحب نفسنا. ولادك يشوفوكي بتبصي في المراية وتبتسمي لنفسك وتقولي لنفسك انا بحبك.
الموضوع ده مهم قوي، ان انت تكلمي نفسك ان هي طفلتك الداخلية اللي بتدلليها كأن هي واحد من ولادك، زي ما انت بتدللي ولادك وتدلعيهم، هي كمان طفلتك الداخلية تطبطبي عليها وتحتضنيها وتدلعيها. ولادك يشوفوا ده، يشوفوكي وانت بتكلمي نفسك، ما تخافيش، مش هيقولوا عليكي مجنون، هيتعلموا ثقافة تانية مختلفة عن اللي احنا اتعلمناها قبل كده، ان حب الذات مش انانية، ده مفهوم اسمى من الانانية، ان انا احتياجاتي قبل احتياجات الناس التانية علشان اقدر ادي الناس اللي حواليا. وده برضك مش مفهوم النرجسية، لان النرجسية ان احتياجاتي هي الاهم واللي حواليا مش مهم. مفيش حاجة اسمها ان انا اجيب للعيال واشتري للعيال وانا مش مهم. مفيش حاجة اسمها مبدأ ان انا اعلم العيال ماما احتياجاتها مش مهم، هيكبروا على كده وهيبقى ده المفهوم بتاعهم، ان ماما مش مهم. زي ما جبتي ليهم حاجات انت كمان تجيبي لنفسك، ماما لا، ماما مهمة. مفهوم التضحية ده تلغيه من حياتك عشان ده هيأذيكي، مفيش حاجة اسمها تضحية. طالما بعمل حاجة انا فيها بحب نفسي وبدي قيمة لنفسي وبدي اعتبار لنفسي، ده هيخليني احب كل اللي حواليا واللي حواليا يحبوني. لكن لما اتنازل عن احتياجاتي واثر في حق نفسي، هتلاقي اللي حواليكي كلهم اثروا في حقك وكلهم ما ادوكيش الحب اللي انتي اصلا ما عرفتيش تديه لنفسك. النقطة الخامسة، ان انا لو عايزة ولادي يعبروا عن مشاعر الحب ويتعلموا ازاي يبقوا حنينين، برضك انا اللي هكون قدوة في ده، في تعاملي مع اللي حواليا. مع جوزي مثلا اعبر عن الحب، يعرفوا ازاي التعبير عن الحب، بالكلام، باللمس، بالحضن، بالطبطبة. ما ينفعش ابني مثلا لما يقع ولا يتألم هتلاقيني مثلا تجاهلت وما سمعتش صوت الوجع اللي جواه ولا صوت الزعل اللي جواه. اعترف بمشاعر ولادي علشان هم كمان يحسوا بيا ويعترفوا بمشاعرهم تجاهي. يعني مثلا ابني وقع، يا حبيبي انت حاسس ان هي وجعك، بتوجعك؟ اكيد انا بعمل ده من غير مبالغة، علشان المبالغة ممكن تخلي ولادي يمسكوا في الزعل او يمسكوا في الموقف، بحيث ان هو يبقى مبدأ حياة بالنسبة لهم، ياخدوا اللي هم عايزينه واحتياجاتهم من الاخرين عن طريق ان هم يمثلوا ان هم مثلا تعبانين او يمثلوا ان هم بيتألموا. انا بعمل ده بدون مبالغة. ابني مثلا زعلان من حاجة، بيعيط بيبكي، انا عارفة ان انت زعلان، بس انا مش هينفع اعمل لك الحاجة دي. الاعتراف بالمشاعر الطفل مهم، علشان ده هيعلمه ان هو كمان يتعامل معاكي بانه يعرف مشاعرك ايه، انت حاسه بزعل، حاسه بحزن، حاسه بوجع، انا عارف، انا حاسس بيكي، انا حاسه ان انت زعلان، انا حاسه ان انت متضايق، انا حاسه ان انت خايفين من العفاريت، خايفين وحاجه قلقاهم. ما جيش اقول لهم خليكوا رجاله، ما تخافوش، ما تعيطوش، دي مشاعر عاديه بنتعامل معاها زي اي مشاعر في الدنيا. ليه احنا دايما بنلغي الجانب المحزن او الجانب اللي بنشوفه دايما سلبي، وهو جزء مننا، يعني جزء خلقه ربنا. الحزن والغضب والقلق والخوف كل ده جزء مننا، ما ينفعش ننكره علشان هيظهر في اشكال تانية وصور تانية لا يمكن تلغيها. لو ابنك خايف وانت ما سمعتيش لخوفه، ده هيظهر في سلوكيات تانية صدقيني. لو ابنك غضبان وانت ما سمعتيش لصوت الغضب اللي جواه، هيظهر معاكي في حاجات تانية. لو ابنك غيران وحاسس بغيرة وانت ما سمعتيش لغيرته واعترفتي بيها، هتلاقيها ظهرت في سلوكيات تانية. طب احنا ليه نخلي ابننا او بنتنا ليه تظهر سلوكيات احنا مش عايزينها وتضايقنا، ونرجع تاني نتعصب ونرجع نقول احنا مش عارفين نربي ولا التربية الإيجابية ما بتعملش حاجة؟ لا، انا اتعامل مع المشاعر عادي. ابني مثلا خايف من حاجة غير منطقية، خايف من كورة، في اطفال بتخاف من الكورة على فكرة، بتخاف من البلالين، بتخاف من حاجات غير منطقية، انت ساعتها بقى تقفشي كده وتقولي ايه ده، الواد ده جبان؟ لا، ساعتها تتعاملي يا حبيبي انت هي بقى انا عارفة ان انت خايف، انا عارفة حاسة ان انت خايف وقلقان، طب تعالى كده نتكلم بقى ونشوف ايه اللي حاصل معاك. هي الكورة دي مثلا هي ممكن تعمل ايه، تخوفك، شكلها عامل ازاي؟ ابني مش عارف يعبر عن الخوف ده شكله ايه وعامل ازاي، اعلمه عن طريق مثلا ان انا اخليه يرسم، او عن طريق ان انا اعمل لعبه تمثيليه، العب دور تمثيليه. انا مثلا انا الطفل اللي خايف وهو ماما او بابا، ويلا نلعب، وتخليه يعبر بقى بالطريقه دي. علميه يعبر عن مشاعره، هترتاحي جدا جدا جدا، سلوكياته هتبقى كويسه. وصدقيني التربيه الايجابيه احنا اللي مش عارفين نطبقها صح، واحنا مش عارفين اصل المشكلة اللي هي نتعامل مع نفسنا الاول قبل ما نتعامل مع اولادنا. لو عجبكم الفيديو ارجو انه تعملوا لايك، ومتنسوش الاشتراك علشان تعم الفايدة وعلشان يوصلكم مني كل جديد. شكرا ليكم.